البصل فيها بيتحول لذهب، واللي بيدخلها بتتفتح له طاقة القدر، ومغارة علي بابا بتبقى بين ايديه، يعبي بقى وياخد اللي هو عاوزه من الذهب والألماظ. حكاية المغارة المسحورة أو مغارة السبع بنات في سوهاج حيرت كل العلماء، وكمان فيها سر خفي مفيش غير أهل البلد بس هم اللي يعرفوه. لو سافرت محافظة سوهاج ونزلت على مركز أخميم، وبالتحديد قرية الصومعة، هتلاقي نفسك هناك على بعد خطوات من المغارة المسحورة، واللي بتسكنها 7 بنات من الجن، ومش بيظهروا لأي حد. ويا هناك ويا سعدك لو كنت من المحظوظين وفي واحدة منهم قررت تظهر لك، لأنك بعدها على طول هتكون من الأثرياء. مغارة بيت البنية أو بيت ال7 بنات موجودة في أعلى سفح الجبل بقرية الصومعة بمركز أخميم في شرق سوهاج، وعلى بعد 4 كيلومترات من الطريق الصحراوي الشرقي. والمغارة دي بقى تبقى لغز كبير، وحكايتها وأساطيرها ما بتنتهيش. لو بصيت من بعيد هتشوف المغارة لها باب محفور في قلب الجبل متحوط بسور حديدي، وجواه مجموعة من الحجرات المنحوتة في باطن الجبل. وقبل ما تفكر بقى تعمل اللي الآلاف عملوا قبلك، ما تحاولش، لأن الباب ده مش بيفتح، وياما ناس كتير حاولوا بكل الطرق يفتحوه وما فيش فايدة. المغارة دي بقى ليها قصة مشهورة أهل البلد عارفينها وحافظينها ومؤمنين بيها، وهي إنها مليانة بأوض من الذهب، وساكنها 7 بنات من الجن، وبيسحروا أي حد يشوفهم من شدة الجمال بتاعهم، ومش بيقرروا يظهروا لأي حد كده والسلام. وبيقال إن راجل عجوز كان معدي جنب المغارة، فشاف واحدة من البنات ال7 جمالها إيه يدوب القلوب ويخبل العقول، فمشي وراها لحد ما دخل جوه الجبل. ولما اكتشفت وجوده طلبت منه ما يعرفش أي حد بوجودها، وادت له شوال من البصل، بس وقتها ما كانش يعرف إيه اللي جوه الشوال. وقالت له ده جواه كنز هتعرف قيمته بعد ما تخرج من الجبل. الراجل يا عيني طلع من المغارة والفضول هيقتله، وفي نفس الوقت اتقفل باب المغارة. الراجل يا عيني ما استناش يروح البيت وفتح الشوال علشان يكتشف ان اللي جواها عبارة عن بصل، فغضب بشدة وفضل يرمي في البصل وهو مروح في الطريق. وبعد ما وصل البيت اكتشف ان قشر البصل اللي علق في هدومه اتحول لذهب بيلمع. الراجل يعني رجع على الجبل بسرعة وهو بيتحسر على الكنز اللي ضيعه، واكتشف ان باب المغارة اتقفل وما قدرش يدخلها تاني، وفضل قاعد قدام الباب حزين بيندب حظه لحد ما مات من الحسرة على الكنز اللي راح من ايديه. علماء التاريخ بيقولوا ان المنطقة دي كانت مقصورة ملكية لأحد ملوك الأسرة 18 في مصر الفرعونية، وجنبها مجموعة من الرسومات المنحوتة بترجع لنفس الحقبة الزمنية. وتحت المنطقة دي موجود مقابر بتعود للعصر اليوناني والروماني. مغارة ال7 بنات دي لغز كبير جدا، وفي سر خفي محدش يعرفه غير أهل البلد بس، واللي بقوا عايشين في رعب بسبب المغارة دي. فيا ترى الحكاية دي حقيقية ولا أسطورة من الخيال زي كتير من الأساطير الموجودة في بلدنا؟ خلونا نشوف الأيام الجاية.